الفيديو ده جايين نقول فيه كلمة حق، وكلمة الحق دايما فوق. كلمة الحق تعلو ولا يعلى عليها. النهاردة لما يجي الكبير يبقى قد مسؤولية انه كبير ويتصرف التصرف ده، يبقى لازم نيجي نتكلم عليه ولازم نيجي نشيد بيه. لما النادي الاهلي النهاردة يطلب من اتحاد الكورة ان كل المباريات تبقى بالسعة الكاملة للجمهور، يبقى لازم هنا نقطة ومن اول السطر يبقى نازل كل الكلام والاتهامات دي تنتهي، لان امام الجميع النادي الاهلي اول نادي يتقدم ويطلب حضور جماهيري. ولازم بعد اللي حصل النهارده ان نادي الزمالك ونادي الاسماعيلي والنادي المصري وكل الانديه الجماهيريه تطلب نفس الطلب على قلب رجل واحد زي ما بنقول، لان منظرنا بقى وحش. منظرنا اللي بيتقال علينا وان الدوري بتاعنا بدون جماهير بقى شيء مش مقبول خالص. والنهارده النادي الاهلي باللي عمله له كل التحيه وكل التقدير وكل الاحترام، هو وجماهيره الكبيره العريضه. النهارده قبل ما اقرا لكم بيان بسميه انا البيان التاريخي للنادي الاهلي، قبل ما اقرا لكم بيان النادي الاهلي بالتفصيل عايز اقول نقطتين بس. اول نقطه طبعا انا بشكر الصحفي السعودي وليد الفراج، لان هو اللي خلى ردود الفعل تبقى بالشكل ده، وتقريبا هو اللي وحدنا، يعني هو اللي وحدنا وخلى البيان الناري ده يطلع من النادي الاهلي. ثانيا انا بطلب وهنا من هنا بشكر كل القائمين في اداره النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي بالبيان التاريخي اللي كقدر، والنادي الاهلي كبير فالكبير لازم يصدر منه الكلام الكبير والبيانات الكبيره، وهو اللي يدافع عن كرامه الكره المصريه زيه زي شأن كل الانديه الكبيره زي نادي الزمالك وغيره. طيب اول حاجه عايز اقولها، طالب النادي الاهلي المصري البيان بقى بالتحديد كده، خدوا مني واسمعوا وركز معايا عشان البيان قصير بس مش عايز يضيع منك كلمه. طالب النادي الاهلي المصري النهارده من الاتحاد المصري لكرة القدم التواصل بشأن الموافقة على حضور الجماهير بالسعة الكاملة في مباريات الموسم الجديد، السعة الكاملة في مباراة. وأرجع الأهلي طلبوا بحضور الجماهير بالسعة الكاملة إلى نجاح العديد من التجارب التي شهدت حضورا جماهيريا بالسعة الكاملة، دي حاجة صحيحة. وأرسل الأهلي خطابا إلى اتحاد الكرة تضمن كل تعاون كل عناصر المنظومة فيما ساهم من نجاح المسابقات الرياضية في الألعاب الأخرى. واضاف النادي الاهلي واضاف النادي الاهلي بقى الحته دي مهمه جدا، وده اللي اتكلم عنها اخونا الصحفي السعودي وليد الفراج، واللي قال تمام ان الحضور الجماهيري حسب بيان النادي الاهلي بيقول ان الحضور الجماهيري بيلعب دور رئيسي في تصنيف المسابقات الكرويه على المستوى القاري وتحديد قيمتها التسويقيه، اضافه الى حاجه الانديه للعوائد الايجابيه من وراء مسانده جماهيريه. عايز اقول حاجه هو النادي الاهلي محتاج فلوس؟ يعني النادي الاهلي لما يطلب النهارده الساعه التسويقيه وقيمه التذكره محتاج فلوس، هو بيتكلم على الانديه الاخرى، والمفروض انا مستني بيان لنادي الزمالك، بيان لنادي الاسماعيلي، بيان للنادي المصري، بيان لكل انديه الدوري بتطالب فيها اتحاد الكره بانه يبقى فيه سعه جماهيريه كامله في المباريات، لان بالفعل زي ما النادي الاهلي خد الخطوه وقلت لكم الكبير لازم كده ياخد، هو يفتح الباب وياخد اول خطوه، لازم ده يحصل من كل الانديه، علشان ده يا جماعه اللي بيسوي الدوري بتاعنا. مش هنستنى لما حد يجي يقول لك اصل معلش الديربي الاشهر في الوطن العربي والاقوى والاعرق والاعظم وهو ديربي الاهلي والزمالك يتقال عليه انه ديربي بدون جمهور. للاسف يعني هنتهاجم على الفيديو ده وهيتقال انت كذا وكذا ومعرفش ايه وبتطبل مش عارف، يعني امام بيان زي اللي احنا شفناه، امام بيان للنادي الاهلي زي ما بقول وبنأكد تاني، واللي يزعل احنا زملكاويه ولكن نحترم كل الأندية التانية وأولهم النادي الأهلي الكبير الحقيقة اللي بيشرف مصر في المحافل الدولية. فما نقدرش إن إحنا لما يعمل يعني طلب إيجابي زي كده، إحنا كزملكاوية وككل جمهور كورة يتمنى إن هو ده يحصل، فإن إحنا نغض الطرف عنه علشان أصل الأهلي هو اللي تقدم بيه، فإحنا لازم نسكت. فإحنا لو اتكلمنا ما ينفعش يتكلم، لا
احنا الكلام ده ما بنمشيش بيه، ده مش لوننا ومش بتاعنا. النهارده النادي الاهلي وادارته يستحقوا كل التحيه زي ما بقول وكل التقدير على ان هو بيروح لاتحاد الكره بالخطوه دي. النهارده المطلوب نادي الزمالك لازم دلوقتي يعمل كده ويتقدم نفس الطلب. كل الانديه الجماهيريه اللي تحب ان جمهورها، ياما احنا بنتكلم على ايه؟ احنا عايزين الجمهور، صحيح. احنا عايزين الجمهور. صحيح. كل الانديه الجماهيريه، الاسماعيلي والمصري، الاتحاد السكندري، غزل المحله، اسوان، كل الناس يتقدموا بطلب زي كده علشان دورينا يرجع تاني والجمهور يرجع تاني. ومش عايزين بقى مشاحنات ومش عايزين تعصب ومش عايزين الكلام ده يعني خلاص ما بقاش في الدوريات التانية بيبقوا قاعدين المنافسين يعني جنب بعض، فما فيش الكلام ده خلاص. فالنهارده النادي الاهلي بياخد خطوه مهمه جدا جدا احنا بنحيي عليها. يا جماعه عايزين نتكلم يبقى كلامنا عاقل شويه. النهارده لما يكون في خطوه ايجابيه من اي نادي يبقى لازم اسمن الخطوه الايجابيه دي واطلع اشيد بيها. يا جماعه احنا اخوات والبيت الواحد فيه اهلاوي زي ما فيه زملكاوي، كل بيوت كلنا اصحاب وجيران. فالنهارده لما يكون النادي الاهلي بياخد خطوه زي دي، النادي الاهلي بدأ بأول خطوة ان هو يرد على التصريحات اللي اتقالت. هو ده ليه؟ هو ده مش كله دفاع عن في حاجات حلوة محدش ينكر، في حاجات حلوة في الدوري السعودي، في حاجات حلوة في البطولة العربية، في حاجات حلوة النهاردة. واحنا اول ما نشجعهم انهم يجيبوا نجوم العالم ويخلوهم عندهم ويجيبوهم عندهم عشان يبقى محط انظار كل الدول العربية تيجي وتتفرج. في حاجات حلوه بنتكلم عليها، لكن احنا كمان عندنا حاجات حلوه قوي، واذا كانت الحلوه حلوتين هناك احنا الحلوه 3 و4. فاحنا عندنا الانديه العريقه اللي زي الاهلي والزمالك اللي لو قعدوا يا جماعه يقول لك يبنوا فوق الانديه او فوق الاسماء، عمرهم ما يجيبوا اسم الاهلي والزمالك. ده في انديه اتسمت على اسم النادي الاهلي في الوطن العربي علشان النادي الاهلي المصري. فانا بتكلم يا جماعه الكلام ده يعرفه كل حتى الاخوه يا جماعه اللي بيتفرجوا علينا. فلازم نحافظ. فقوه الديربي بين الاهلي والزمالك كان ايه؟ قوه الديربي في جمهوره من اكبر جمهورين في الوطن العربي تقريبا هو جمهور الاهلي وجمهور الزمالك. فالنهارده القوه الجماهيريه دي ازاي ما تظهرش؟ لما انا اجي النهارده اتفق معاك على دوري، اقول لك مساء الخير تعالى نتفق مع بعض على دوري، انت عندك الدوري بتاعك بيحضر لك كام في الجماهير؟ تقول لي ما بيحضرليش حد. يعني تقول لي ما بيحضرليش حد؟ ده انت يعني ده لو فرح ما جاش حد وجاملك وحضر فيه يقول لك ده الراجل اللي عمل الفرح ده ملوش يعني مقام عند الناس ما بتحبوش. فده ما ينفعش على المستوى، انا جبتها لك ببساطه، ده ما ينفعش على المستوى الكوره يا جماعه. لازم الكوره المصريه اساسها في الجمهور، فلازم نشوف جمهوره. وكل الشكر للنادي الاهلي ومجلس ادارته على البيان المحترم، بيان محترم ويستحق الاشاده والثناء عليه بجد بكل قوه.